عندي مشكلة إني أصلي من دون وضوء وأتكاسل، لكن ما أترك أي صلاة، هل هذا ذنب عظيم؟ أريد أن أتركه وأتوضأ، أريد نصيحة. على قد ما الأسئلة دي صادقة، على قد ما تسمح لي أنا كمان أكون صادق معك. لما ربنا فرض الوضوء وفرض الصلاة قال: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالوضوء والصلاة اللي هم فروض، الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بوضوء، شرط من شروط إن الصلاة تبقى صحيحة، والصلاة لو مش صحيحة أوتوماتيك تبقى مش مقبولة. القبول بتاع ربنا، بس احنا بنحدد نقول صحيحة يا رب يقبلها، لكن مش صحيحة واقول مقبولة ازاي، هي مش ما اتعملتش. فالصلاة بدون وضوء هو مفيش صلاة حصلت، لدرجة ان الفقهاء بيقولوا لو انا اقول الله اكبر صليت وبعدين جوه الصلاة افتكرت ان انا مش متوضي، بطلع من الصلاة من غير ما اسلم، انا مش في الصلاة اصلا، يعني مش بقول السلام عليكم واطلع، لا هو انا ما بصليش دلوقتي ليه؟ لان مش متوضي. بس اللي انا عايز اقوله حاجة لصاحب او صاحبة السؤال، مش باين هو ولد ولا بنت، اريد ان اتركه واتوضأ. طيب عايز اقول لا انت تقدري تتوضي او انت تقدر تتوضي، وراجع رغبتك، لان مش قادر اقوم اصلي. طب لو لقيتي فار تحت السرير مش هتفطي نطي كده من البتاع، ولا لقيتي صرصار طاير مش هنط رجري من الاوضه دي؟ البني ادم يا جماعه اللي بيكسل عن فرائض لازم يفهم ان الفرائض اتفرضت على اضعف واحد فينا، يبقى احنا مش اضعف من ان احنا نتوضى ونصلي الفرائض، احنا مش عايزين، او ربنا في قلبي محتاج اراجع اهتمامي وتوقيري وتعظيمي لنداء الله الذي طلب مني ان يقابلني. الله اللي طالب انه يقابلك، هو اللي بينده علينا، وهو مش بياخد حاجه من الصلاه، احنا اللي بناخد. فمين اللي بيقرب لمين ومين اللي يعني بيكرم مين؟ سبحانه وتعالى. فانا عايز اشجع حضرتك انك انت تجهدي نفسك وتقري عن اسماء الله الحسنى وتسبحي بأعوذ بالله كل يوم 100 مرة على أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان وأعوذ بالله من شر نفسي، أعوذ بالله. كان ذكر الشيخ اداهولنا، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله. اعملي كده وتقدري تتوضي لو أنت عايزة. فقدان الرغبة فقدان القدرة، هنا الرغبة مش القدرة، لأن القدرة موجودة عند الجميع، ودي عقيدتنا في الفرائض اللي ربنا فرضها. وشكرا على السؤال، وسامحوني لو كنت شوية يعني منفعل يعني.